السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة من وصفات مطبخ نعيمة أسكال. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وتكونوا بصحة جيدة. الوصفة ديال اليوم كما كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم الله يركيك بطريقة اللي سهلة ومبسطة بواحد الحشوة اللي كتجي لذيذة بزاف ورائعة. فبقوا معايا شوفوا المقادير وطريقة التحضير. الا كنتوا اول مره كتشوفوني او كتشوفوا القناه، ما عليكم غير تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بكل جديد. بسم الله، نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات ديال الجينواز غادي نحتاج عندي هنايا 6 ديال البيضات، كاس ديال السكر حبيبات، 2 كيسان عنبه ديال الدقيق، كاس الاول كيكون عامر، كاس الثاني كنخليو فيه تقريبا واحد الثلث، 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، وكيس من خميرات الحلويات بوزن 8 غرام. هنايا بالنسبه للبيض راه ضروري يكون بدرجه حراره المطبخ. هنايا كنفصل الصفار على البياض وكان في واحد الاناء كنوضع البياض ديال البيض وكنطربو مزيان بالطراب الكهربائي حتى كنحصل على واحد القوام اللي كيكون كريمي بحال هذا الشكل. عاد كنزيد الصفار ديال البيض وكنطرب الكل جيدا. بهذه الطريقه راه الجينواز راه كتجي ناجحه 100%. صافي كنطرب الكل مزيان. عاد كنزيد كاس ديال السكر حبيبات ما يعادل 160 غرام. صافي كنطرب هاد المكونات مزيان حتى كنحصل على واحد القوام اللي كيكون كريمي. عاد من بعد كنزيد المكونات الجافه، الدقيق مع الكاكاو الخماره. وبالنسبه للدقيق من الاحسن يكون نوعيه جيده خاصه بالحلويات. درت هنايا 2 كيسان عنبه قل ثلث ما يعادل 220 غرام. بالنسبه للجينواز الا بغيتوها بالشوكولاط او بالكاكاو راه كديروا 2 كيسان قل ثلث ديال الدقيق مع 2 معالق كبار ديال الكاكاو المور. الا بغيتو الجينواز عاديه يعني راه كديروا 2 كيسان عامرين ديال الدقيق. صافي هنايا كما كتشوفوا كنحاول هاد المكونات نقسمهم لثلاثه ديال الدفعات. ما تضيفوش المكونات دقه واحده، ضروري هكايا باش تاكدوا باللي المكونات متجانسين. صافي هنايا كما كتشوفوا ضفت الدقيق، درت 2 معالق كبار ديال الكاكاو وكنغربل كلشي مزيان. درت حتى واحد الخميره الخاصه بالحلويات بوزن 8 غرام. كنحرك بنفس الاتجاه غير بالطراب اليدوي او ممكن نستعملوا الملعقه الخشبيه كما كتشوفوا حتى كنحصلوا على واحد القوام اللي كيكون ثقيل. ضروري انكم تاكدوا من الخليط راه متجانس وكتحصلوا على هذا القوام كما كتشوفوا معايا. صافي مباشره كتاخذوا المول اولا الطاوه فاش توضعوا هاد الجينواز. انا خديت هاد المول كما كتشوفوا اللي القطر ديالو 20 سنتيم، دهنتوه هكايا بالزبده وفي القاع ديال المول وحتى في الجوانب غادي نوضع ورق الزبده. ما نحتاج انني نطلع ورق الزبده حيتاش عندي هاد المول طالع في الجناب، يعني غير باش نتاكد ما تلصقش ليا الجينواز في المول اللي كنوضع ورق الزبده. صافي هنا من بعد ما قديتهم مباشره غادي نوضع فيها الخليط ديال الجينواز. وفي هذا الاثناء راه كنسخن الفران على النار اللي كتكون مهيله ديال الغاز. الا غادي طيبوها في الفران ديال الضو كما درت 180 درجه العافيه او تشعلوا عليه غير من التحت حتى من بعد عاد كتشعلوا عليه من الفوق تحمر. صافي ملي توجد وملي كطيب كيكون هذا هو الشكل ديالها. كنخليوها حتى تبرد مزيان. من الاحسن توجدوها ليله قبل. انا وجدتها نهار قبل خليتها حتى بردات على خاطرها. عاد غادي نقسمها ثلاثه ديال قطع. وبالنسبه للكريمه خديت هنا واحد علبه ديال موس الشوكولا مع 2 كيسان عنبه ديال الكريم شونتي او 2 علب. هنا غادي نزيد 2 كيسان عنبه ديال الحليب اللي كيكون بارد. ضروري هاد المكونات ديروهم في الثلاجه قبل حتى كيبردوا مزيان او المجمد. صافي كنطربوا الكريمه مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالها 3 ديال المرات. من بعد غادي نكهها هنايا بالنكهه ديال القهوه. كنت ديجا وجدت الكابوتشينو ليله قبل. درت ربع كاس ديال القهوه سريعه الذوبان، ربع كاس ديال السكر سنيده وربع كاس ديال الماء وضربتهم مزيان وكنحصل على هاد الكريمه ديال القهوه. صافي درت هنا واحد 3 المعالق صغار باش نكه ديك الكريمه. صافي وغادي نطرب الكل جيدا حتى كنحصل على واحد الكريمه اللي كتكون عاقده تكون واقفه ما تكونش جاريه بزاف. صافي كيكون هذا هو القوام ديال الكريمه. مباشره غادي ندوز باش نمونطي معكم الكيك.
وضعت هنايا القطعه الاولى ديال الجينواز اللي كنسقيها مزيان بالسيرو. بالنسبه ليا انا خديت كابوتشينو او ديك الكريمه ديال القهوه سريعه الذوبان. ضفت ليها شويه ديال الماء، حركت وبديت كنسقي بها الجينواز. ضروري الجينواز تسقيوها مزيان كما كتعرفوا راه كتجي ناشفه. صافي هنايا وضعت الكريمه فواحد البوش وبديت كنوزعها هكايا فوق الجينواز. كنحاول نعمر الجوانب باش هكا ما تخرجش ليا الحشوه. وبالنسبه للحشوه عمرو باللي بغيتو. بالنسبه لي انا درت بسكويت ديال الشوكولات مع الكركاع، ومن الفوق هكايا درت خطوط من الشوكولات ديال الدهن اللي خففتها بشويه ديال الحليب. صافي كنعاود نفس الطريقه. كنوضع الطبقه الثانيه ديال الجينواز، كنسقيها مزيان، كنوضع الكريمه، وكنعاود كندير الحشوه. كما قلت لكم بالنسبه للحشوه ديروا اللي متوفر عندكم. كندير هنايا شوكولات ديال الدهن كخطوط من الفوق، او ممكن ديروا الكراميل. صافي وكندير الطبقه اخيره ديال الجينواز اللي كنسقيوها مزيان من التحت حتى هي. صافي مباشره غادي نبدا نغلف الطورطه بالكريمه بهذه الطريقه. كنوزع الكريمه من الفوق وحتى في الجوانب، ودائما كنعاون بالبوش. صافي من بعد كنقادها هكايا بسباتول حتى كنحصل على واحد السطح اللي كيكون مقاد، وحتى في الجوانب. وكتزين من الفوق. بالنسبه لي انا غادي ندير دميعات بهاد الشوكولاط غيش اللي ذوبته مع شويه ديال الحليب، خليته برد شويه. مباشره غادي نزين به الطورطه. ما كانش عندي الوقت الكافي زينت الطورطه مباشره. الا كان عندكم الوقت الكافي خليو الطورطه تبات في الثلاجه ليله كامله حتى الغد ليها عاد تكملوا ليها التزيين. صافي هنايا درت الدميعات في الجوانب، وزعت الكاناش او شوكولاط من الفوق قديته. والكريمه اللي كتبقى ليا درتها هنا في البوش والبوق، ودرت الوريضات في هاد الجوانب ديال الطورطه. وغادي نوضع قطع ديال البسكوي او الشوكولات اللي متوفر عندكم. كيكون هذا هو التزيين اللي وجدت في هاد اللاير كيك. راه جات سهله، جات اقتصاديه وفي المتناول، وسهله في التحضير. وممكن هكايا توجهوها للمناسبه ديالكم او في راس السنه لا يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو لي لايك وتعليق لهذا الفيديو، تبارطاجيو مع العائله والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي. واستودعكم الله الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.